ليه نهرب اصلا؟ يعني انت تروحي فين؟ ما هو كله في ملك الله سبحانه وتعالى، محدش بيهرب من قدره. بل بالعكس، انت لما الانسان بيفهم قدره كويس ويفهم العلامات ويفهم الاشارات، وده بالعكس ده هو كده المفروض ان هو يكون متحكم في الاحداث. يعني مثلا لما بيحصل تأثير لحاجة، هقول لك مثلا ده شبه ايه. شبه مثلا يعني احنا مثلا لما بنقول في احداث كذا وكذا وكذا ومحتاج انت السكون. مثلا في بداية السنة لو فاكرين الفيديوهات، يعني بداية السنة دي المفروض في شهر واحد الفيديوهات أكنها لسه معمولة الشهر اللي فات يعني. فده تسارع في السنة. فلما كل الأحداث دي أنت تشوفها قدامك، معنى كده إن أنت ما تتأثرش. أنت عارف مثلا أحداث الفيلم، يعني لو فيلم أنت بتتفرج عليه وشفته قبل أو عارف أحداثه، ممكن تكون ما شفتوش بس عارف الرواية مثلا، قرأت الرواية. يعني مثلا الافلام اللي اتحولت روايات، الفيل الازرق وشكرا سهر، الفيل الازرق مثلا وهيبتا، والحاجات اللي هي بتاعت احمد مراد مثلا، الحاجات الروايات اللي اتحولت افلام. أنا الحاجات دي كنت قراتها روايات. ففي الفيلم ما كنتش منبهر بالاحداث، كنت منبهر مثلا بالتمثيل بقى، بالموسيقى، بالقصه، مش عارف يعني بالحبكه الدراميه. انما الاحداث ما انا عارفها، فما تتاثرش. فلو في مثلا فيلم احداثه دراميه وانت الروايه عارف احداثها، انت مش هتتاثر مفروض زي الناس، مش هتتاثر زي الناس. فهي دي القصه، ما فيهاش هروب. دي احداث المهدي المنتظر، علامات ظهور الامام وصحابي مصر. والله كنت لسه بقول في بدايه اللايف ان اللايف اصلا كان هيبقى عن كده، عن المهدي وصاحب مصر وعلاقته بالاهرامات والزلازل والاحداث اللي بتحصل. كنت هتكلم اللايف عن كده، بس النهارده معلش هنخليه هندخل في الاخر الاسئله بقى هنتكلم عليها وكده. لا، القران دايما عايزين نتعامل معاه. القران دايما عايزين نتعامل معاه بعلم. يعني خلاص ان احنا دي مرحله وعدت، ان احنا نتلو القران وخلاص. في معنى القراءه اللي احنا بنتكلم عليه، يعني في تلاوه وفي قراءه وفي قراءه. التلاوة هي تلاوة الآيات ورا بعضها عادي، زي قراء القرآن الكريم مثلا، حصري والمنشاوي، التلاوات اللي احنا بنشوفها على القنوات. يعني دي تلاوة، وإن الإنسان بيعملها بيحتاج تلاوة للتحصين والحاجات كده، دي التلاوة. بينما القراءة بينما القراءة هي الوقوف على الآيات، هي الوقوف على الآيات، قاف والقرآن المجيد. فأنا محتاج مثلا، يعني احنا قلنا السنة دي 2025 دي سنة حرف الطاء مثلا، الكلام ده احنا قلنا في بداية سنة حرف الطاء مثلا. فصور الطواسين، القصص، طه والشعراء والقصص والنمل، الأربع صور دول، الطاء الرقم النوراني بتاعها 4. فالأربع صور دول مناسبين للسنة. في صور تانية ولكن التلاوة هي اللي تبقى حاجة تلو بعضها مظبوط. فدي مثلا ده بالعلم بقى انت تعرفه ان الصور دي مناسبة للسنة، تأثيرات حرف الطاء اللي اتكلمنا عليها. فانت تفهم عشان الصور دي مربوطة بحرف الطاء، حرف الطاء. و2025 هي سنة حرف الطاء. الكلام ده احنا قلناه في بداية السنة وفي الفيديوهات. اتفرجوا برضو على الفيديوهات عشان الناس الجديدة اللي بتسمعنا يعني، اتفرجوا برضو على الفيديوهات. والكلام ده طبعا اتكلمت عليه في كتاب ليلة القدر بالتفصيل يعني. فسنة حرف الطاء، فالحرف نفسه ليه علم مناسب مع الزمن. زي ما احنا بنقول كده، نون والقلم وما يسطرون. طيب هي كده الأسئلة هتبدأ. طيب نبدأ بإذن الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا لسه بادئ، ما كملتش 5 دقايق يعني، لسه بادئ. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب احنا هقول
بداية بس مختصرة عن 2025 وهقول لك، وبعد كده هنتكلم في الأسئلة كلها بإذن الله. طيب 2025 اللي هي سنة حرف الطاء وعلم التسعة. طيب 2025 بما انها سنة حرف الطاء وعلم التسعة، احنا اتكلمنا فيها وقلنا حرف الطاء هو المس او الهمس الاله الرباني، ده التأويل الاول للحرف. والناس معلش اعذروني، الناس اللي هي عارفة الكلام ده استحملوا الناس الجديدة اللي لسه اول مرة تسمع. معلش في حاجات اكيد بنكررها في الفيديوهات وبحاول اقول حاجات اجدد شويه، بس في ناس بتبقى لسه الكلام بالنسبه لها اول مره خالص، فاستحملوا معلش الناس الجديده يعني. فعلم حرف الطاء وعلم التسعة 2025 هي مجموعها 9 يعني، واحنا في سنه 2025 فعليا، لا في تزوير في التاريخ ولا في تزوير في الزمن ولا الكلام ده خالص، ولا الكلام ده نهائيا. ف 2025 وعلم التسعة دي ليها تأثيرات. فالسنة لما احنا بنتكلم على تأثيراتها في بداية السنة وبنبدأ نشوف تأثيراتها وكده، وربطنا مصر تحديدا بعلم التسعة، وهقول لكم ليه. ويوم عرفة هو اليوم التاسع، وهقول لك ليه برضو، عشان كده ربطت الاتنين ببعض. الأحداث اللي بتيجي وتحصل دي أوامر من الحرف، يعني ربنا سبحانه وتعالى، احنا لسه منزل فيديو بتاع نون والقلم وما يسطرون، وقلنا النون هو نهر النيل اللي بدأ منه الخلق، المية اللي بدأت منه الخلق. والقلم وما يسطرون يعني ربنا بدأ خلقه من المية، من النون. وجعلنا من الماء كل شيء حي. ولذلك المصريين القدماء مش فئة واحدة أو زمن واحد، لا ده طول خط الزمن كله من آدم إلى قيام الساعة، ده طول خط الزمن المصري بالكامل من آدم لقيام الساعة. ليه حاجاتهم أو كتاباتهم أو رسوماتهم أو بنائهم كله حي؟ ليه كله حي؟ لأنه جنب النون، لأنه من النون اللي هو نهر النيل. ولذلك كل الحاجات دي حية، وتسطرهم كمان حي، اللي على المعابد وعلى الجدران واللي في الأهرامات وأبو الهول والمعابد كلها، من الأقصر لأسوان لسوهاج لقنا للجيزة للقاهرة، كله سطر، كله تسطير. ده يوديك لحاجة تانية، هي ارتباطهم الكامل بعلم الحروف. مش قرآن هو اللي مكتوب، مش قرآن، القرآن ده كلام الله، إنما هي كتاباتهم تسطير. هل هي حية الآن أم سوف تعود لها الروح اللي هي إيه؟ كتاباتهم تسطير، عشان كده أنا هقول لك وهشرح لك دلوقتي. فهي متعلقة مربوطة بعلم الحروف برضو. كتاباتهم الكتابة المقدسة، الله يفتح عليك، مربوطة بعلم الحروف، العلم الأول خالص، علم آدم عليه السلام. ولذلك كان عندهم علوم بعلم الحروف. ولذلك آخر مراحل العلم والطغيان لازم كانت في زمن مين؟ في زمن فرعون.
في زمن فرعون. فرعون زمنه كانت آخر مراحل وجود بني إسرائيل في مصر، يعني آخر الأطوار، والطور وكتاب مسطور. ولذلك أنا قلت لك إن بني إسرائيل مربوطين بالطور، مربوطين بالطور، ولازم أزمنهم سواء في الوعد الأول أو في الوعد الثاني اللي أنا بقوله لك ده كلام مش هتسمعه تاني، مش هتسمعه تاني، هتسمعه بقى بعد كده. مربوطين بالطور، ولذلك عشان يعلو علوا كبيرة اللي في دماغه أو اللي في علمه هو محتاج الطور عشان يتم رفعه. فهي دي بغية بني إسرائيل، وهيتم الوعد الأول أو الوعد الثاني من خلال الطور. طب الطور مربوط بإيه؟ الطور مربوط بإيه؟ مربوط بالطاء، مربوط بالطاء. ولذلك ليه أنا قلت لك وليه كتبت في كتاب حقيقة ليلة القدر مثلا وعملت الفيديوهات من بداية السنة، قلت لك ارتباط وثيق بين بني إسرائيل، أحداثهم، أحداث بني إسرائيل، وعلم المصريين القدماء. في مشكلة في الصورة. وعلم المصريين القدماء، ونهر النيل، لأن هي الحية التي تسعى، الماء عامة، النون لأن هي الحية التي تسعى. ولذلك موسى عليه السلام هو قائد بني إسرائيل. طيب، ولذلك فرعون اللي احنا قلنا آخر مراحل العلم عمل إيه مع بني إسرائيل؟ وما أكرهتنا عليه من السحر، وما أكرهتنا عليه من السحر. ركز في الحتة دي قوي قوي قوي، عشان انتوا هتربطوا بحاجة دلوقتي جميلة جدا. وما أكرهتنا عليه من السحر، يعني فرعون عنده علم طبعا. وده برضو رد على الناس اللي بتقول فرعون وهامان وقارون، الناس دي مش مصريين. ازاي امال هو ورث العلم ده منين؟ يعني لو هو هكسوس، انا مش عارف الهكسوس دول هم مين اساسا، بس هنفترض ان هم ناس جم من بره محتل، هنفترض ان هم هكسوس. طب جابوا العلم ده منين؟ يعني خد العلم ده منين؟ ازاي اكره ناس على السحر؟ عنده ازاي فكرة التصليب، لأصلبنكم في جذوع النخل؟ الكلام ده برضو تقولوه، لأن الفكرة دي منتشرة قوي قوي قوي. فكرة إن فرعون من الهكسوس ومش مصري، ما نعرفش بقى إحنا ولا واحد هكسوسي أصلا أساسا. يعني إحنا في الزمن ده ما نعرفش حد هكسوسي، إحنا نعرف أسماء بس كده، إنما فين أثارهم، فين حاجاتهم، فين ما نعرفش. فدي حتة خطر أساسا، إن أنت لو ربطت القصة دي كلها بالهكسوس أنت كده ضيعت قصة كبيرة قد كده في القرآن الكريم مربوطة ببني إسرائيل وبموسى وبالطور قصة حدوتة طويلة. فهمتوا؟ فدي برضو حاجة عشان انتوا تبقى عارفينها. هم هكسوس من واحنا في ابتدائي، ما هو الفهم ما دي فكرة بتتقال مغلوطة. لا طبعا فرعون ده مصري أصيل، ده مصري صعيدي يعني. طيب، ولذلك احنا قلنا ايه؟ وما أكرهتنا عليه من السحر. يبقى فرعون عنده العلم اللي بيعلم بيه السحر، اللي هو علم الحروف، طيب، علم الحروف. ولذلك المرحلة اللي بعده اللي هي فيها أكبر مرحلة علمية بس بإيمان هي مرحلة سيدنا مين؟ أكبر مرحلة علمية فيها في العلم بس بإيمان مش بكفر، عكس فرعون. مرحلة سيدنا مين؟ لا، اصحوا معايا. مرحلة سيدنا مين؟ سليمان. الله يفتح عليك. مرحلة سيدنا سليمان. لا، سليمان، يوسف قبل موسى.
سيدنا يوسف قبل سيدنا موسى، سيدنا سليمان. يبقى سيدنا سليمان آخر مراحل العلم، ولذلك ربنا بيقول واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان. هو مش أي حد معاه علم الحروف هيبقى كافر، مش أي حد معاه علم الحروف هيبقى كافر وبيعمل سحر. ده هي الفترة دي عشان المصريين استخدموا العلم في غير محله، استخدموا العلم في غير محله، فربنا أرسل لهم نبي اللي هو موسى عليه السلام. وربنا لما أرسل موسى عليه السلام، وعايزكم يعني اللي فهم بقى بداية اللايف يقول لي إيه الربط بين فرعون وسليمان. وربنا سبحانه وتعالى لما أرسل موسى عليه السلام لفرعون، أرسله أول حاجة بعلم. لا، في ربط تاني. ما هو العلم طبعا، هو العلم أصلا موجود في مصر أساسا، بس في ربط تاني بين فرعون وسليمان. ربنا سبحانه وتعالى لما أرسل موسى عليه السلام أرسله أول حاجة بإيه؟ بعلم التواصين. بعلم التواصين، علم حرف الطاء. يا ربنا يغفر لك ويرحمك ويرحمنا جميعا يا رب، اللهم امين. بعلم حرف الطاء، علم التواصين، ده العلم اللي ربنا في البداية طبعا أرسله لموسى عليه السلام، وراح بيه لفرعون. لا، علم الصوت برضو موجود، لأن ده في مصر في حاجات موجودة في مصر، هي موجودة زي نهر النيل، ده موجود من البداية للنهاية، فمش هينفع نقول ده رابط بين زمنين. لا، يعني علم الصوت موجود من أول سيدنا آدم لحد قيام الساعة، ولكن موجود بنسب بقى. يعني في الفترة احنا فيها دي النسبة قليلة، بعد كده النسبة هتزيد، وهكذا بعد كده النسبة هتزيد. ولكن في رابط بين فرعون وسليمان بناء على بداية كلامنا خالص. ايه هو؟ عايزكم تفكروا فيها، لأن دول اللي وصلوا لأقصى درجات العلم. أقصى درجات العلم. طبعا اللي كان قبليهم عندهم برضو علم، ده مؤكد، يعني العلم أصلا موجود زي ما قلت لكم في مصر، ولكن دول وصلوا لأن طاسين أتاه الملك والعلم. لا، شكرا صار. لا، علم اللغة. لا، اللغة اللغة أصلا مش في مصر. علوم السحر لا، ما احنا قلنا إن فرعون خد من الجانب السلبي من العلم اللي هو السحر، بينما سليمان عليه السلام ما خدش الجانب السلبي، وما كفر سليمان. سليمان واخد الجانب الإيجابي فقط، هو مش محتاج السحر، ربنا سخر له الريح أصلا، فمعاه الحاء دي مسخرة ليه أصلا، فهو مش محتاج، يعني معاه ريح المخلوقات. احنا اتكلمنا علم الكتاب والحروف، ما ده موجود أصلا في مصر، هم أصلا علم الكتاب ده موجود في كل الأزمان. طيب الرابط بين الاثنين هو النون. فرعون وسليمان الرابط بينهم النون. حرف النون في اسمهم ده مش حرف عادي، ده مش حرف عادي. زي ما قلت لك النون هو البداية. فين والله؟ ما انا قلت النون ما ظهرتليش والله، ما شفتهاش. شكرا، ما شاطر، برافو. النون هو البداية. نون والقلم وما يسطرون. قايلين نون؟ مين اللي قال؟ طيب الله الله الله، انا ما شفتش والله، انا ما خدتش بالي والله، فعلا ما خدتش بالي، بالراحه عليا. طيب حاضر، ماشي.
ربنا يحفظكم. طب ايه النون؟ طيب يعني ايه المشترك فيهم في النون؟ ماشي، يلا كملوها بقى. ايه المشترك فيهم في النون؟ طيب ممكن افهم بس ما هي دلالة هذا الحرف؟ النون لسه في فيديو نازل عن النون والقلم وما يسطرون. النون التأويل الأول ليه هو البعد الزمني، هو البعد أو العمق الزمني. هو حرف النون هو المية اللي هي نهر النيل. نهر النيل ده جزء من النون الأكبر اللي ربنا بدأ به الخلق، وجعلنا من الماء كل شيء حي. فالنون ده بعد زمني، لأن المية دي غير مربوطة بالزمن، ولذلك النون هي بعد زمني. فالزمن اللي مربوط بين فرعون وسليمان، ايه الدليل برضو عليه؟ يعني ايه الزمن؟ يعني قولي الفكرة كاملة. ايه هو الزمن اللي مربوط بين فرعون في مصر وسليمان عليه السلام؟ وسليمان عليه السلام. عشان هقولك على حاجة دلوقتي، هي المفروض يعني انا عايز اثبت لكم الفكرة في دماغكم بس. تسخير الزمن. مش فاهمة السؤال. انتوا قلتوا النون هو الرابط بين فرعون وسليمان، اجابة صحيحة طبعا، والاتنين كانوا في مصر مظبوط. لكن ايه النون الرابط؟ يعني عايز هنوصل لايه لما يكون النون هو الرابط بين فرعون وسليمان؟ ايه الحكمة يعني؟ النيل؟ لا، ان الاتنين هقولها لكم مربوطين بالزمن تمام، ولكن الاتنين مربوطين بالاطوار نهايات لفترة. الله يفتح عليك، هي دي الإجابة اللي أنا عايز أسمعها. نهاية لفترة، مربوطين بأطوار معينة. يعني فرعون وصل لمرحلة معينة بنهاية الطغيان اللي على الأرض خالص، بالنون دي نهاية فترة الطغيان، مفيش بعد كده. سليمان هي نهاية فترة الإيمان والعلم. كل واحد فيهم مربوط بأطوار، ولذلك الاتنين كان معاهم أحداث عظيمة. لمين اللي مربوطين تاني بالأطوار؟ مين اللي مربوطين بالأطوار؟ بني إسرائيل. يبقى فترة داوود فترة سليمان فيها بني إسرائيل، بس كمان لعن الذين كفروا على لسان داوود، ففيها فترة بني إسرائيل. وفي فترة فرعون فيها برضو بني إسرائيل. سيدنا نوح ماله؟ سيدنا نوح عشان بدايته حرف نون، كانت قصته كلها في المية أصلا، بس ده هنتكلم عليها يعني ده عشان بدايته حرف نون، فحددته كلها في المية. حددته كلها في المية. الله يفتح عليك، مظبوط. حرف النون والقلم وما يسطرون. وما يسطرون دول اللي هم مين؟ المصريين القدماء. المصريين القدماء. طيب، فالاتنين دول مربوطين بالأطوار. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مربوطين بالأطوار، بني إسرائيل وفترة موسى وفرعون. والأطوار يعني مربوطة بحرف الطاء، بحرف الطاء. وحرف الطاء المس أو الهمس الإله الرباني. ده تنزيل. احنا قلنا حرف الطاء ده تنزيل. التنزيلات دي عبارة عن أوامر. أنا عايز بقول برضو الكلام بسرعة عشان الناس تلحق برضو تتسحر، عشان الناس اللي هتصوم بكرة إن شاء الله يعني. فعايزها أخلص بدري من الساعة 2، يعني ممكن نقعد ساعة كمان وخلاص. فده تنزيل. حرف الطاء ده تنزيل. ده تنزيل على الأرض بقى، بأيا كانت تغيرات الأرض أو استعداد الأرض للتنزيل. عشان كده أنا لما بقول لك في بداية السنة السكون، ليه؟ لأن التنزيل ده، وإحنا قلنا الأحداث اللي هتحصل، يعني مثلا التنزيل ده عبارة عن أوامر هيحصل 1 2 3 مع اختلاف الشهور والزمن وكذا. الأوامر دي عاملة حاجة برضو تانية. إيه هي؟ إن هي واخدة من روحانيات السنة.
لأن الروح من أمر ربي، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. لا دي مكملة معانا طول السنة. السكون وصلاة السكون دي مكملة معانا طول السنة، بدليل الروحانيات نفسها الناس بتتنشأ عليها، الناس بتدور على الروحانيات. أنا عشان كده بقول أهو إن إيه اللي مخلي الروحانيات في 2025 قليلة؟ إيه اللي مخليها قليلة؟ الروح عبارة عن أمر. فبما إن السنة أوامرها إحنا بنتفرج عليها، إحنا أكننا بنتفرج على فيلم. يعني 2025 إحنا بنتفرج على الأحداث أكنها فيلم، إحنا عارفين الأحداث، إحنا اتكلمنا عليها للناس يعني اللي متابعة وبصرة للأحداث، إحنا بنتفرج عليها. فشوفنا للأحداث دي، ده عبارة عن روح، لأنها أوامر نازلة وإحنا بنتفرج عليها، فده واخد من روحانيات السنة. انتوا فاهمين الحتة دي كده ولا لأ؟ فهمتوا الحتة دي؟ صليت صلاة السكون ولمس قلبي قوله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. ليه أنا مش عارف أقرأ؟ لومضة من الزمن، يعني مش فهمتش الجملة للأسف، ما حضرت. معلش، تابع الفيديوهات اللي في بداية السنة، هتفهم بإذن الله اللي احنا بنقوله يعني. فاهمين يا جماعة كده؟ فاهمين القصة دي؟ يعني بمعنى الروحانيات مثلا لما بتكون قليلة شوية، كانت في رمضان مثلا أو في بداية بقى، احنا خلاص يعتبر بإذن الله سبحانه وتعالى، وربنا يحفظني ويحفظكم جميعا واجعلها سنة بيننا، لقائنا دايما بإذن الله. يوم عرفة ده يعتبر اليوم الأخير في دورة حياة الإنسان اللي احنا شرحناه، دورة حياة الإنسان. ويوم عرفة ده اليوم التاسع، و2025 هي الناس بتظن ليه إن أحداث النهاية وكده عشان هي 9، إنما مش أحداث نهاية ولا حاجة يعني. ما فيش، احنا ما وصلناش لسه لحاجة عشان تبقى في أحداث نهاية، احنا لسه في البداية. فهي ليه الناس ظنة بكده؟ إن هي عشان سنة تساعية، فالناس ظنة إن الأحداث أحداث نهاية، ولكنها أحداث بداية، وهي كل نهاية هي بداية. فالناس ظنة عشان كده، عشان 2025 سنة علم التسعة. فالأحداث التنزيلات الطائية دي فيها من العلوم اللي احنا بنتكلم فيها بإذن الله. يعني العلوم دي أوامر، وهي روح. فالروح دي جزء. فلما احنا بنتفرج على الأحداث دي وبنشوفها، خلاص بقى الروحانيات احنا واخدين منها جزء كبير في العلم. فانت هتلاقي روحانيات السنة قليلة، لأن الأوامر خلاص احنا بنتفرج عليها وبنشوفها كأحداث. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم، لأن الروح هي أصلا علم في الأساس. فأنت لما بتتفرج على الأحداث دي أوامر، هي من الروح. فأنت عشان كده شايف إن روحانيات السنة قليلة، ولكنها مش قليلة دي تقولها إمتى؟ لما تبقى مش شايف أحداث. فهمتوا كده؟ يبقى في أحداث وانت عارفها، يبقى انت كده ده جزء من الروح اصلا. الناس بقى ممكن ما بتربطش مع الروح بقى اللي هي روحانيات العبادات والكلام ده. يا رب اكون بس كده فهمتوا النقطة دي كويس. والأيام الأخرى من السنة ما هو مكانها في دورة حياة الإنسان. طب هقول لكم دورة حياة الإنسان سريعا. تبدأ دورة حياة الإنسان من ليلة النصف من شعبان، من ليلة النصف من شعبان. ليلة النصف من شعبان بيبدأ من عندها عد 40 ليلة استعداد النفس لتلقي القدر أو الولادة.
فنبدأ من يوم 25 رمضان إلى نهاية رمضان الاستعداد لتلقي القدر ونفخة الروح. ونفخة الروح اللي بتكون في ليلة القدر، ليلة 27 آخر ليلة. وبعد كده الإنسان بيتولد بقى خلاص، يعني حتى مطلع الفجر ده الفجر بتاعك بيبدأ، فبيبدأ شهرين اللي هم حياتك بقى العادية، حياة الإنسان. وبعد كده بنخش على آخر 10 أيام اللي هم أول 10 أيام في ذي الحجة. دول آخر 10 أيام في حياتك، دول آخر 10 أيام في حياتك. واليوم التاسع. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأنت طيبة وبخير يا رب. كنت هقول كده أنا مش شايفاها قليلة، دي جميلة. هي إيه بالظبط؟ فيبدأ ال10 أيام هم دول آخر 10 أيام في حياة الإنسان. واليوم التاسع هو اليوم الأخير، هو اليوم الأخير. ولذلك ده ممكن يوديك لحاجة، إن الساعة مربوطة بعلم التسعة. ولا لأ؟ الساعة مربوطة بعلم التسعة. ممكن مشاهدة الأحداث لكي تكون راضي بها وراضي بأقدار الله ومطمئن، ما تاخدش قوي من روحانياتك. لا، روحانياتك مربوطة طبعا. ممكن آخر نقطة في دقيقة، آخر نقطة اللي هي إيه بالظبط؟ الروحانيات السنة دي جميلة بس مختلفة. يعني غير روحانيات العبادات السنة اللي فاتت، ولا الروحانيات مختلفة. آخر نقطة اللي هي إيه؟ مختلفة طبعا، لأنها سنة حقيقية، سنة حقيقية. يعني مثلا نعم، الساعة من الساعة وتسعة طبعا مربوطة بعلم التسعة، طبعا الساعة مربوطة بعلم التسعة. ولذلك الناس بتظن في السنين التسعين إنها أحداث يوم قيامة. وطبعا السنة دي أكتر شوية، لأن تنزل فيها طاقة كبيرة. ولكن الساعة مربوطة بعلم التسعة. والقرآن الكريم ذاكر أحداث الساعة بزمنها، بالحية بتاعتها، بالسعي بتاعها، ذاكر كل حاجة. ما فرطنا في الكتاب من شيء. آخر نقطة فيما يخص روحانيات علمية هذه السنة. الله يفتح عليك، مظبوط. روحانيات فهم، وعي، حقيقة. لأن مثلا ممكن مثلا الروحانيات دي مثلا، يعني هل مثلا واحنا صغيرين خالص كانت روحانياتنا مثلا تشبه روحانياتنا واحنا دلوقتي؟ مستحيل، مع انها فيها روحانيات بس مختلفة، متوجهة مش لاحد. الله يفتح عليك، الله يفتح عليك. ده كنت هقوله في اللايف اللي انا كنت هتكلم عليه، اللي هو كنت هتكلم بقى على النجم الطارق وصاحب مصر وعلاقته بالزلازل والاهرامات يعني كان فيديو بس كان عايز وقت شويه، ففضلت ان احنا نتكلم عن يوم عرفه. يعني السنه كلها همس إله في روحانيات كتيره جدا، صح كده؟ مظبوط، الله يفتح عليك. ولكنها همس. انا مش بتكلم ان هي قليله شحيحه، هي قليله مش مفرطه، عشان كده قلت لك السكون انت محتاجه، ان هتلاقي دوشه كلام، صح؟ وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همس. الله يفتح عليك. هتلاقي دوشه كلام. الله يفتح عليك، مظبوط. اصبح يوجد وعي اكتر طبعا. سنه الحقيقه. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. خلصت امتحانات ايه؟ انا فاهم امتحانات دلوقتي، مش عارف والله. انا مخلص من بدري يعني. فهتلاقوا دوشه كلام، ده بيتكلم وده بيتكلم من كتر الاحداث. فالناس لو فضلت تسمع لكل الكلام هتتوه، مش هتسمع الهمس. ربنا يوفقك يا رب، ربنا يوفقك وتنجحي باذن الله. فالناس لو فضلت تسمع لكل الكلام، شكرا كتير،
ففضلت تسمع لكل الكلام، مش هتسمع الهمس ومش هتاخد بالها من الوعي اللي نازل ومن علوم الطاء اللي نازله خالص، مش هتاخد بالها، مش هتاخد بالها. فهو ده اللي احنا عايزين نقوله. شكرا جزيلا. ايه اكتر شيء تنصحنا بيه؟ انا لسه هتكلم عن يوم عرفه عامه. اكتر شيء تنصحنا نعمله غدا؟ هل الدعاء من التسبيح ام هقول لك حالا ان شاء الله. طيب، فاحنا دخلنا كده بمدخل عن فرعون وسليمان وبني اسرائيل والطور ومصر وعلم الطاء والتسعه والسعي وعلاقتها بالساعه. مظبوط؟ طيب، حلو قوي قوي قوي. بنورك حبيبي، ربنا يفتح عليها وعليكم يا رب. جميل جدا. احنا ربطنا بقى الحاجات دي كلها ببعض، والنون والقلم وما يسطرون، المصريين القدماء، وفهمنا الحكايه دي. والقرآن كتاب مسطور متعلق بالأطوار. لو هنفترض إن إحنا في 2025 سنة تساعية وفيها 5، واليوم ليلة عرفة ويوم عرفة واليوم التاسع، وافترضنا إن هو اليوم الأخير في حياتك، اليوم الأخير في حياتك اللي إحنا ويدخلهم الجنة عرفها لهم، اليوم اللي أنت بتعرف فيه الجنة. لو قلت لك اليوم ده الأخير في حياتك، أنت هتعمل فيه إيه؟ أنت هتعمل فيه إيه؟ بناء على الربط اللي أنا ربطته لك ده كله. 2025 فيها رقم 5، فيها مربوطة بالنون برضو، لأن النون رقم 5. اتكلمت أنا في لايف على رقم 5 ده قبل كده، رقم 5 وعلاقته بالنون و2025. سأبقى ساجدة. شكرا سهر. سأبقى ساجدة، السجود الصلاة يعني؟ هل هو سجود الصلاة؟ أنا عايز بسألكم، لو أنت دلوقتي ده اليوم الأخير ليك، هتعمل فيه إيه اللي أنت عايز تعمله؟ مربوط بعلمك 9. أصلي واستغفر وأصل رحمي. جميل. كان مين؟ هدى تقول لي سأبقى ساجدة، السجود بأنهي معنى؟ سأفرح بلقاء ربي. جميل. استغفار وحمد. حلو، حلو جدا. طيب بداية كده هقول لكم على حاجة مهمة قوي. الساعة دعاء. حلو، هتدعي بإيه؟ إيه الدعاء لو ده آخر يوم في حياتك؟ هتدعي بإيه؟ إيه الدعاء اللي أنت هتدعي بيه يعني؟ أبقى في خلوة مع الله. جميل جدا. سجود الصلاة والإقامة بالقول والفعل. جميل، رائع. طيب، هقول لكم على حاجة مهمة. هقول لكم على حاجة مهمة. أدعو بالجنة لي ولأهلي والمغفرة. الله يفتح عليك. جميل جدا. هقول لكم على حاجة مهمة قوي. لو هنفترض إن ده اليوم الأخير ليك، وربنا يطول في عمرك يا رب جميعا. أدعو الله لي ولكم لا تنسونا في صلاح دعائكم، ربنا يتقبل منا ومنكم يا رب. لو هنفترض إن ده اليوم الأخير للخلق، احنا عملنا دورة حياة الإنسان والصدقة، تمام. اليوم الأخير ده بيتعاد، واحنا قلنا اسمها الساعة، والساعة جاية من علم التسعة، والآخر يوم مترتب على اللي فات كله واللي عشت عليه. الله يفتح عليك، أنا ده اللي كنت هقوله. الله يفتح عليك، مظبوط. منى، الله يفتح عليك. آخر يوم ده مربوط بعلم التسعة، مربوط بعلم التسعة، ولذلك احنا قلنا الساعة مربوطة بعلم التسعة برضو، ومربوطة بحرف الطاء. خلي بالك الأطوار اللي احنا اتكلمنا عليها. أنا لما بديلكم مدخل في بداية الفيديو مش قاله وخلاص، أنا بديلك مدخل في بداية الكلام عشان أنت تربط الإشارات والخيوط كلها ببعض. يعني أنا مش بكلمك على الطور وسليمان وفرعون وبني إسرائيل وتنزلات حرف الطاء اللي اتكلمنا عليها في بداية السنة. ده مش بقول لك على الحاجات دي وخلاص، أنا بقول لك عليها
والنون عشان تعرف الساعة، عشان تقوم يحصل ايه. الساعة فإذا هي حية تسعى، الساعة دي عشان تحصل، وعلم التسعة عشان تحصل يحصل ايه بقى؟ احنا قلنا هنعدي على 1 و2 و3 و4، الحاجات دي أحداث، حدث وحدث وحدث وحدث. ولذلك الساعة مذكورة في القرآن ولكنها مذكورة تأويليا، مذكورة بالتأويل، بالعلم، بالفهم، مش مذكورة كده وخلاص. هيكون نهاية طور في حياتنا لازم علامات وأحداث. الله يفتح عليك. عند قيام الساعة فعلا، الله يفتح عليك، مظبوط. ولكن مش شرط يوم عرفة بالمعنى اللي احنا نعرفه، ما انا هقول لك دلوقتي. فالساعة دي عشان تحصل طبعا لها تاريخ محدد، مربوط بالأطوار ومربوط كذلك ببني إسرائيل في الوعد الثاني. الوعد الأول لسه ما حصلش، في الوعد الثاني. فالساعة دي هنشوفها كمعنى كوني وهنشوفها كمعنى فردي ليك انت تعمل ايه. طيب انت عشان تمر بالمراحل دي كلها، احنا زي ما قلنا ان انت بتاخد القدر والنفخة في ليلة القدر وبتمشي بيها لحد يوم عرفة. دي دورة حياة الإنسان بصورة تأويلية صغيرة، ودي الحقيقة على فكرة. تاخد القدر وبتمشي بيه لحد يوم عرفة. السعي بتاعك هو ده أهم حاجة في يوم عرفة. طب سعيك انت ايه، او السعي المفروض يبقى ليك ايه؟ عارفين ايه السعي بتاعك انت؟ ايه السعي بتاعك؟ يعني حد يقول لي ايه السعي بتاعه في يوم عرفة؟ احنا خلي بالكم كان في سعي بين الصفا والمروة، كان عشان مية. اللي راح طبعا السيدة هاجر، السعي بين الصفا والمروة كان عشان مية. ايه السعي بتاعك؟ فانا عايز اعرف، يعني كل واحد مثلا ليه يعرف يقول يعني السعي بتاعك ايه؟ التسليم، الصيام، ايه السعي بتاعك؟ عشان هقول لك على حاجة دلوقتي مهمة جدا عن يوم عرفة. السعي بتاعك انت التطهير، تمام. هقول لكم على حاجة، عارفين السعي بتاعك انت ايه؟ بتاعك انت، هو انت، هو نونك انت، النفس بتاعتك انت ايه؟ ايه نفسك؟ ايه نفسك؟ نفسك اللي هي ايه؟ انت خلي بالك، اقول لك على حاجة. استقبال قدر جديد، هو مش جديد، هو مش جديد. الهاء، الله يفتح عليك، قبل الهاء في النون. اخفض صوت العالم قليلا ارتفع صوت الروح واطفى على السطح. هو ده اللي انا عايزه منك، بس كده. نور الهدى، هو ده اللي انا عايزه منك. ربنا لما بيخلق الانسان، النفس، الانسان بدايته نون ونهايته نون، بدايته نون ونهايته نون. ربنا لما بيخلق الانسان بيخلقه لنفسه، هو كده بنفسه. طالما خد اسم، يعني انت طالما ليك اسم، انا ما بقولكش يا كابتن ولا يا اخ، انت ليك اسم. عمار، علي، هدى، سهر، هدير، مي، الاسماء. انت طالما ليك اسم وليك اسم فانت نفس، فانت نفس. انا عايزك توصل للنون بقى بتاعتك دي اهم حاجة تكون وصل لها في يوم عرفة. انت لو وصلت للنون انت مش هتبقى محتاج اي حاجة تاني، خلاص. انت مش هتبقى محتاج اي حاجة تاني. طب في ناس بتوصل للنون قبل ما توصل لله، وارد. وفي ناس بتوصل لله وبعد كده ربنا من رحمته يوصلها للنون بتاعتها، وارد. وفي ناس بتوصل للنون بتاعتها وما بتوصلش ربنا خالص، ده وارد، ده وارد. فكل ده وارد.
ما انا هقول لك دلوقتي حالا. فكل ده وارد، ولكن انا عايزك تبقى فاهم حاجه، ان انت تكون واصل للنون بتاعتك، واصل للنون بتاعتك. انت بتعمل ايه؟ خلي بالك، خلي بالك، ممكن واحد يصلي ركعة بمقام 1000 ركعة من واحد تاني، مش فاهم هو بيعمل ايه اصلا، مش فاهم الركعات دي بيصليها لمين. هو مش عارف ربنا، هو مش عارف ربنا. ومش عارفه مش معناها انه بيعمل معاصي كتير او ذنوب او كده، لا. المعاصي والذنوب دي مكتوبة على الكل، ولكن هو مش عارف يوصل لله. هو مش عارف الطريق ليه اصلا. ليه مش عارف الطريق؟ لانه لسه ربنا ما اذنش ليه بنجمه. دي كانت حته كنت هقولها لكم في النجم الطارق والمهدي والزلازل والاحداث والحاجات دي، بس هي دخلت في الكلام يعني، لان هو مش واصل لنجمه. خلي بالك، كل هدى ونور، الله نور السماوات والارض، كل هدى ونور انت بتوصل له في حياتك، ده من رحمة ربنا بنفسك انت. هو ده النون اللي انت محتاج دايما تزوده. يعني ايه مش واصل لنجم؟ هقولك، هو ده النور، الله نور السماوات والارض، مثل نوره. فهو ضرب لك مثل بالنور كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد. انت محتاج دايما تكون نور لنفسك ونور للي حواليك. نور لنفسك ونور للي حواليك. بمعنى دي أهم حاجة أنت محتاجها في سعيك أصلا. هو ده سعيك في الدنيا، هو ده سعيك في الدنيا. وبعد كده تدخل جنبه بقى الحاجات، وبعد كده تدخل جنبه الأحداث بقى اللي أنت بتعملها في حياتك. تكون نور لنفسك إزاي؟ تكون نور لنفسك إزاي؟ إن أنت لما بتقع في مشكلة، أنت بتبقى عارف سواء غلطت أو عملت صح، أنت بتبقى عارف إن أنت كان المفروض تتصرف كذا. مفروض قلبك ده يكون، مفروض قلبك ده يكون مفيش فيه أي أمراض، وأنت عارف كده. أنت المفروض تبقى عارف كده عن قلبك، متصل. الله يفتح عليك. نور يوقد، نور يوقد لنفسك الأول. دايما يكون زي كشاف، زي كشاف نفسك. أنت تكون كشاف لنفسك، كاشف نفسك. أقول لكم على حاجة هنبقى نكملها في لايف بعد كده، أو في فيديو يعني، عن شكرا جزيلا هدى، عن والسماء والطارق، والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق، النجم الإيه؟ الثاقب. النجم الثاقب. يبقى هو ثاقب وطارق، تمام؟ شوف الآية اللي بعديها بقى، شوف الآية اللي بعديها كده، هتفهم حاجة مهمة جدا. إن كل نفس لما عليها حافظ. وإيه علاقة النجم الثاقب اللي هو الطارق بالنفس؟ إيه علاقة ده بده؟ إن كل نفس لما عليها حافظ. النجم حفظا من كل شيطان. خلي بالك، هي القصة كلها في ان انت تنور لنفسك وللناس. القصة كلها هي النفس حافظ. حافظ من ايه؟ فلينظر. حافظ من ايه؟ حافظ من ايه؟ من المدخلات الكتير
الانكمز زي ما بيقولوا، يعني المدخلات الكتير قوي اللي انت شايفها في الدنيا فتوهتك عن نفسك اصلا، فبقيت ماشي وسط الفتن، الله يفتح عليك، من الغين، من الغي، من الدوشة الكتيرة اللي على الفاضي على الفاضي. هو ده الحافظ. فانت لازم تكون شايف النون بتاعتك كويس قوي، ما تتأثرش خلاص بقى. انت مفروض هو ده السعي بتاعك من الأغيار والغيوم، الله يفتح عليك. إزالة الغيوم أصلا بشدة دي من علامات الساعة. الغيوم بشدة دي من علامات الساعة. معنى إن في غيوم متصلة، عارفين ده معناه إيه؟ معناها إن مفيش تأويل. ولذلك من علامات الساعة الدخان، عدم الرؤية، الله يفتح عليك. لا، علامات الساعة الحقيقية يعني، ما هي دي صورة مصغرة، ما احنا كل ده هي صور مصغرة تأويلية، صور مصغرة، انما بتكلم انا في الصورة الكبيرة يعني. فمش هيبقى فيه رؤية، فلينظر الإنسان، مش هيبقى فيه نظر. ولذلك الدخان من علامات الساعة، دي قيامة صغيرة مثلا. الله يفتح عليك، مظبوط. ولذلك الشيطان عمل حاجة خطيرة جدا، انه خلى الانسان هو يعمل دخان لنفسه في صدره بالتدخين بقى وبالحاجات دي، خلى الانسان يصنع دخانه بنفسه. سبحان الله، الشيطان حاجة فهم عجيب. ليه؟ عشان الرؤية ليه لا تتضح. فطول ما انت بتزود دخان في صدرك، ده الناس بقى المدخنة يعني، طول ما انت بتزود دخان في صدرك انت لا يمكن هتشوف الرؤية شفافة، لا يمكن. هتشوفها منغمشة، معمول لها بلور، لازم، لان هي الصدر هنا اللي بيشوف، الصدر هو اللي بيشوف. ألم نشرح لك صدرك. طيب، فأنت محتاج في يوم عرفة، أنت لما هتفهم، أنت المفروض بقى أصلا لما تكون فاهم النون بتاعتك كويس تكون في حالة حب وتوافق. وإزاي الوصول للنجم؟ أقول لك حاضر. في توافق مع مخلوقات الله سبحانه وتعالى اللي أنت نازل عشانها. أنا قلت لك تبقى نور ليك وللناس، تبقى هداية ليك وللناس. ما ينفعش انت تكون هداية ليك وللناس وانت في قلبك في أمراض، ما ينفعش. دي مش ملة إبراهيم. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي. مفيش نبي هتلاقيه بيقابل السيئة بسيئة، مفيش نبي بيعملها. معناها حقك. البداية من النفس، دي بدايتك ودي نهايتك، دي بدايتك ونهايتك. هو ده سعيك انت، نفسك، نونك انت فين. الله يفتح عليك. نونك انت فين؟ القلب السليم، إلا من أتى الله بقلب سليم، إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب السليم ده عشان تعرف انت تعمله، أو عشان انت تعرف تخليه سليم، انت محتاج تعمل ايه؟ ان انت تبص في نفسك أولا. لو أصبحت نور لنفسك هتعرف تكون نور للآخرين، لأن انت هتلاقي نفسك في توافق مع جميع خلق الله سبحانه وتعالى. شكرا يا صاحبي. في توافق مع جميع خلق الله سبحانه وتعالى. طب هقول لكم على معنى تاني جميل جدا. مين أكتر واحد خلقه ربنا سبحانه وتعالى كان في توافق مع جميع خلق الله سبحانه وتعالى؟
اكتر مخلوق كان في توافق مع جميع المخلوقات مين؟ هو ابليس هيموت على ايد الامام المهدي؟ معلش بره لا لا لا. سليمان، سيدنا محمد، سيدنا داوود، سليمان، التوفيق يعني اكتر مخلوق سيدنا داوود، سليمان، لا. اكتر مخلوق ادم، لا. اكتر مخلوق متوافق مع كل خلق الله سبحانه وتعالى هو سيدهم سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك ربنا بيقول له ايه وفي سورة القلم: نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. خلق زي خلق، عارفين الفرق بينهم؟ الفرق بينهم في التشكيل. صلى الله عليه وسلم، فرق بينهم في التشكيل. سيدنا محمد الحروف مضمومة، يعني مصغرة، يعني سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام متوافق مع كل خلق الله، هي دي خلقه. هو بيتعامل مع الجماد زي الحيوان زي الإنسان، زي هو خلقه متوافقة في 3 ميم اسمه، متوافقة مع الصفة الأصلية لكل مخلوق، محمد صلى الله عليه وسلم. وإنك لعلى خلق عظيم، هي دي خلقه كده، ده ربنا اللي بيقول. وذكرها سبحانه وتعالى، شوف عشان تعرف برضه القرآن في حتة، يعني في حتة تانية أساسا. وذكرها ربنا سبحانه وتعالى في سورة القلم في النون عشان دي البداية: وإنك لعلى خلق عظيم. أنت ماشي أصلا مع التسلسل ده من البداية، النون خالص ماشي مع التسلسل ده، حاجة عجيبة جدا. أنت متوافق إزاي؟ قمة التواضع وقمة الأخلاق الإنسانية على فطرة الله سبحانه وتعالى. الله يفتح عليك، أنت إزاي أصلا متوافق مع النساء ومع الرجال ومع الأطفال ومع الدواب ومع الحيوانات؟ ده بدون تسخير، ده خلق، ده غير سليمان مسخرة ليه، مسخرة ومحشورة ليه، متجمعة يعني، ودي دليل على وجوده. وحشر لسليمان جنود، حشرة دي دليل على وجوده اللي عايز يبحث عنها في الحضارة المصرية. ولكن إنما النبي ده هي خلقه كده، يعني فطرته وطبيعته كده. هو إزاي عارف يتعامل مع ده وده 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 وده؟ مستحمل كل ده إزاي؟ فهي دي خلق النبي صلى الله عليه وسلم. إذن اللي في اسمه الكامل حروف ميم كتير يكون متوافق إلى حد ما. مراتب النفس بتحتاج للميم، إلى حد ما مراتب النفس تحتاج للميم. حرف الميم بإذن الله هنتكلم عليه، كل الحروف بإذن الله هنتكلم عليها باستفاضة كبيرة بإذن الله سبحانه وتعالى. ولكن دي طبعا حاجة مهمة. أنا اتكلمت على سيدنا سليمان وسيدنا محمد، ولذلك واحد فيهم حشر لي كل المخلوقات، والتاني صلى الله عليه وسلم على خلق عظيم متوافق مع كل المخلوقات. مظبوط، الله يفتح عليك. التسخير شيء، التسخير شيء، والخلق ده موضوع تاني. فسيدنا محمد كان متوافق وهذه خلقه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. يعني معنى كده إن كل الأنبياء اللي قبله كل دول هو خلقه أعلى. يعني حد مثلا كان بيقول لي سيدنا عيسى: من صفعك على خدك الأيمن فقدر له خدك الأيسر، وخلقه مش عارف إيه. طبعا سيدنا عيسى مرتبة عالية، ولكن مش زي النبي. عارفين ليه؟ مش زي النبي صلى الله عليه وسلم، رغم إنه كان سيدنا عيسى كان بيخلق
بعلم الخلق يعني هنتكلم عليه، ولكنه برضه مش زي النبي. سيدنا موسى هتلاقوا كل نبي ربنا مدي دليل في القرآن على كل نبي ان خلقه اقل من سيدنا النبي. مش معناه انه حاجة وحشة، لا، هم كلهم مراتب، ولكن خلقه اقل من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك سيدنا عيسى مثلا هو ما تعاملش مع النساء، كانش ليه قرايب، ما دخلش انما النبي دخل في كل القصص، تعامل مع اهله، مع عشيرته، مع قومه، مع نسائه، مع اولاده. سيدنا عيسى ما دخلش في الحكايات دي خالص، ما تعاملش اصلا في الكلام ده. فسيدنا النبي هو الاعلى خلق. فانت لو عرفت توصل الجمال، هل كان سيدنا محمد اكثر جمالا من سيدنا يوسف؟ الجمال ده ما اقدرش انا احكم عليه، الجمال ده حاجه نسبيه، الجمال ده حاجه نسبيه. انما سيدنا محمد هو سيد الخلق في كل شيء، سيدهم في كل شيء. يعني الجمال ده حاجه نسبيه، يعني ممكن واحد يشوف الجمال في الشعر، ان احسن شعر هو احسن جمال مثلا. ممكن حد تاني يشوف الجمال في العينين، حد تاني يشوف الجمال في الانف، في رسمة الوجه، في الجسم. ده موضوع نسبي الجمال. وكل الانبياء على قدر عالي من الجمال. هقول لكم على حاجه، ان النبي الوحيد اللي شفته في المنام كان سيدنا، حد يعرف يتخيل مين النبي الوحيد اللي انا شفته في المنام من فتره؟ الوحيد اللي انا شفته في المنام. سليمان لا، ادريس لا، يونس لا. الجمال من خلقه، كلما زاد الخلق زاد الكمال وكمل. الله يفتح عليك خديجة، مظبوط، الله يفتح عليك. آدم لا، سيدنا محمد لا والله. سيدنا محمد مقام، لما هوصل له هشوفه. عيسى لا. إبراهيم، شعيب لا. هل الجاذبية هي القبول؟ لا، الجاذبية أنا عملتها في فيديو موجود عن الجاذبية. يوسف هي جاذبية الأرض، موسى نور الهدى. الله يفتح عليك. سيدنا موسى عليه السلام، سيدنا موسى عليه السلام. سيدنا موسى عليه السلام أسمر وشعره كده، ده شفته زمان يعني، شعره مفلفل كده شبه الرسومات اللي بتبقى على أنا مكنتش لسه أصلا فهمت حاجة يعني الكلام ده. 2000 مثلا، في بداية 2016 قبل ما أعمل العمرة بتاعتي عملتها، شفت موسى عليه السلام. الله يفتح عليك. قبل ما أعمل العمرة في 2016 وقبل ما أفهم أي حاجة أصلا، يعني كنت علاقتي بالقرآن بحفظ وكل حاجة، وفي معهد قراءات كمان، بس فهم القرآن نفسه عادي. سيدنا يونس عليه السلام، الله يفتح عليك. فسيدنا موسى عليه السلام أسمر وشعره مفلفل كده شبه الرسومات اللي على الجدران، ولكن على الرغم من سماره، يعني أنا مثلا كنت في بقرأ طبعا كتب ابن كثير والبداية والنهاية والحاجات دي، عندي طبعا كتب كلها. سيدنا موسى الوصف اللي بيتقال عليه غير اللي أنا شفته خالص. سيدنا موسى كان شديد الجمال، شديد الجمال، ورغم ذلك أسمر. أنا بقول لك القصة دي ليه؟ لازم يكون سيدنا موسى، لازم. ليه لازم؟ كان شديد الجمال. واصطنعتك لنفسي، واصطنعتك، شوف حرف الطاء. فاللمسة دي، اللمسة الجمالية دي، وألقيت عليك محبة مني. الله يفتح عليك، الله يفتح عليك فعلا. وألقيت عليك محبة مني دي أنا ما كنتش فاهمها ساعتها، يعني أنا لما شفته ما كانش في دماغي الآية وألقيت عليك محبة مني، ما كانتش في دماغي والله. بس فعلا قلت إيه ده، هو إزاي جميل وأسمراني؟ دي ما شفتهاش أنا في حياتي. يعني أسمراني مش أمحاوي، مش أوحاوي زي المصريين، لا، هو أسمر ولكن شكله جميل.
في محبة هتشوفه هتحبه. فلذلك أنا بقول لك الجمال ده نسبي، ده نسبي، ولا تصنع على عيني. ولا تصنع على عيني دي يتعمل فيها كتاب هبقى اشرحها بعدين. وحرف الصاد والعين والنون في واصطنعتك، الله يفتح عليك. وطبعا هل كل الانبياء على قدر عالي من الجمال؟ ده طبعا طبعا بسبب الروح، بسبب الروح. المحبة الروحية دي هي اللي بتدي. ولكن المقصد ايه؟ ان محمد جميل عليه افضل الصلاة والسلام، يوسف جميل عليه الصلاة والسلام، موسى جميل جدا عليه الصلاة والسلام، ابراهيم، كلهم. ولكن الجمال دي شيء نسبي، يعني مش مواصفات الشعر الاصفر والعينين الخضراء، مش بالمواصفات دي يعني. وكذلك النساء، وكذلك كمان النساء. يعني الجمال ده موضوع عاكس. الجمال ده موضوع عاكس. بتنسى وما بتقولش. مين قالك؟ مين قال كده؟ دي إشاعة. شكرا يا سهر. لبستيني ايه؟ شكرا يا سهر. لا، ما بقولش في اللايف. انما بكتب، ما تقلقيش يعني. يعني الحاجة اللي ما بقولهاش هي بتتكتب بإذن الله، ما تقلقيش خالص. انما في اللايف والله في حاجات كتير ببقى قايل ان انا مش هقولها وبقولها، او في دماغي ما بتبقاش اقولها وبقولها. فده يعني بشوفها ان هي بقى ايه، خلاص يعني ده نصيبها انها تتقال. ولذلك انا يعني قلت لك ان في بدايه اللايف انا كان يعني مش في البدايه، يعني كنت مقرر ان النهارده هقول كلام، وسبحان الله بنقول كلام تاني خالص. طيب فنرجع تاني، نرجع تاني. الخلق اللي هي الاخلاق بقى، انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. دي رساله سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ودي رساله الاسلام، ودي رساله الاسلام. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا، اللي هو دين سيدنا ابراهيم، مله ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين. شوف حضرتك هتقدر تتوافق مع نفسك ومع الخلق كله ازاي في يوم عرفة؟ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. مين عمل عمرة أو حج من الناس اللي بتسمعنا؟ مين في اللي بيسمعونا عمل عمرة أو حج؟ ندعي بإيه بعد إذن حضرتك؟ أنا عمرة. عارفين يا جماعة الآية بتاعت فلا رفث ولا فسوق ولا جدال؟ أنا ما كنتش بفهمها خالص. حج وعمرات بفضل الله، ربنا يفتح عليك يا رب. أنا عملت عمرة الحمد لله 2023، ربنا يتقبل منك عمرة كذا مرة. عارفين هناك في فرق طبعا بين الأماكن. يعني إيه؟ في عمرات بتبقى في أوقات زحمة، وفي عمرات بتبقى في أوقات فاضية شوية. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال دي في الحج آية مهمة قوي تعرفك يا رب اللهم امين. تعرفك. انا ما كنتش بفهمها، بس لما رحت هناك عملت عمرة في 2016 فهمت قوي يعني ايه فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. هناك ريح الانسان وطاقات الانسان تخلي اي حاجة ممكن تخليك تتخانق، ممكن تخليك تزعق. ضبط النفس، الله يفتح عليك. لازم تسكت، ولازم تكون مش تسكت بس بقى. هي مش تسكت بس، تسكت دي درجة مهمة. في بقى اللي هي زي ضبط النفس، في بقى الأخلاق بقى بتاعت سيدنا النبي. الأخلاق بقى بتاعت سيدنا النبي إن أنت إيه، تستقبل الصدمات بقى، المؤثرات الخارجية، تتحلى بالأخلاق. الله يفتح عليك. الأحكام دي طبعا دي حاجة مفروغ منها. والصوم عن الكلام. فهمت؟ ما أنا عايز أقول بقى إن إيه، إن الفرق بين سيدنا النبي وغيره إن سيدنا النبي كان بيستقبل ويرد بالإيجاب. كان بيستوعب عيوب كل الخلق. هو ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، بيستوعب عيوب الخلق. مين يقدر يعمل كده؟
هو ده سعيك، صدقني هو ده سعيك، وهو ده اللي انت ربنا هيوريك بيه خير ورزق انت مش متخيله. شكرا يا مي. خير انت مش متخيله، ان انت اصلا احتواء ضعف الناس واخلاقهم. الله يفتح عليك، الله يفتح عليك. هو ده اللي انت محتاجه. جهاد النفس والصبر، بالظبط. الله يفتح عليك، مظبوط مظبوط. هو ده اللي انت محتاجه. ده كله ضمن النون، ده كله ضمن النون. وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. فضمن النون انت محتاج ايه في يوم عرفة عشان توصل بقى في القصة دي؟ محتاج للتسبيح. ده من ضمن التسبيح اساسا. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. عن محتوى البرنامج، مشاركة في برنامج حضرتك. مشرفنا والله، خليك معنا. فسبح بحمد ربك. فهو دي السباحة في النون، ان انت تكون متوافق مع جميع الخلائق. فانت محتاج في يوم عرفة، في يوم عرفة، وكل ما الإنسان ولكن علماء النفس يقولون رد الصعصعين أو ثلاث. علماء النفس اللي بتتكلم عليهم دول واخدين علومهم من الغرب، يعني دول دارسين الكلام ده في الغرب بره. وأنا بحضر حاجات بإذن الله عن النفس، بإذن الله السنة دي، بإذن الله سبحانه وتعالى عن النفس. هتكون السنة دي إن شاء الله عن النفس. كلام بقى عن النفس الحقيقي، غير كلام العلوم الغربية، يعني غير كلام العلوم الغربية، لأن في مصطلحات ظهرت جديدة ما جاية من بره كلها. طيب، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك والحمد لله رب العالمين قدير. ده دعاء يوم عرفة يعني. شكرا يا سهر. طيب، فاللي أنا محتاجه منك أول حاجة أنا هسيبكم مثلا دلوقتي، هتتسحروا والفجر 4 مثلا وحبة بسيطة، 7-8 دقايق هتتسحر، وتقعد مع نفسك الساعة هي الساعة تقعدها مع نفسك، تطهر فيها نفسك من كل مرض داخلي لا يعلمه إلا نفسك، لا تعلمه إلا نفسك. هو ده اللي حضرتك أول حاجة تعمل. صدقوني يا جماعة، اللي أنا بقوله لكم ده أهم من أي حاجة في حياتك، أهم من أي كلام. خلي بالك من حاجة. الأذكار في ذاتها كذكر، لو أنت مش في النون، صدقني الفكر ده أصلا اللي أورثه ليك الناس اللي مش فاهمة، اللي ما تعرفش حاجة عن ربنا. ده تعتبر مسكنات. إنما أنت لما هتفهم وتعرف الله سبحانه وتعالى وتعرف النون بتاعتك، سبحان الله الواحدة منك تبقى بتسبيحات داوود وسليمان. ده موضوع مختلف تماما، هو سيدنا داوود كان بيقعد يقول سبحان الله سبحان الله، كان بيعمل كده يعني، والطير والجبال معاه؟ موضوع لأ. أنا قلت لك من بداية السنة أنت محتاج السكون والطهارة، حرف الطاء والنون وصور الطواسين، عشان تعرف توصل للميم. الطاء انت دلوقتي لما هتشوف النون بتاعتك لما تشوف النون بتاعتك وتتنزل عليك طاء دي هتعلو بيك، هتوصل للميم.
طا سين ميم، طا سين ميم. ده في السعي بتاعك، ده اللي في السعي بتاعك، هو ده المعرفة الحقيقية بتاعتك بينه وبين عبد الله يفتح عليك. وده مظبوط مظبوط. وألف 100,000 تسبيحة من واحد ممكن ربنا بتسبيحة واحدة من واحد تاني بيعدي بيها. ده موضوع مختلف تماما. فتاني حضرتك أنا عايزك توصل للنون الأول، حضرتك توصل للنون الأول، النون بتاعت نفسك، النون بتاعت نفسك. انت موجود عشان تفهم حقيقة نفسك، انت اصلا وجودك في الدنيا عشان تفهم حقيقة نفسك. شكرا ابو مهيب، شكرا. حقيقة نفسك، حقيقة نفسك موجودة ازاي؟ حقيقة نفسك موجودة ازاي؟ الله يفتح عليك. موجودة ازاي؟ هي اصلا من البداية انت مخلوق وانت عارف، بس بسبب البيئة وبسبب الاهل وبسبب ال ال المدخلات اللي بتخش عليك. يعني ايه توصل لنجمك؟ ما دي بقى خليها، انا قلت هقول حتة بس ما قلتش ان هقولها كلها، خليها في فيديو شرح والسماء والطارق وعلاقتها بالاهرامات والزلازل وكده. طب الواحد يوصل لها ازاي؟ هقول اهو حاضر. فبسبب المدخلات الكتير فانت بتتوه، المصفوفة. الله يفتح عليك، جميل. فانت بتتوه فبتلاقي نفسك بتسمع حاجات كتير وبتتفرج على حاجات كتير وبتعمل اعمال كتير ملهاش علاقة بيك خالص. فبتلاقي نفسك شوية بشوية انت بعيد عن نفسك خالص، مالكش علاقة بنفسك نهائي، مالكش علاقة بنفسك. فانا عايزك كل ده تفلتره. فانت لما هتقعد مع نفسك الساعة دي مثلا اللي قبل الفجر وبعد الفجر، اقعدها قبل الفجر وصلي الفجر وكملها بعد الفجر عادي، تتسحب في الموجة. يا سلام عليكم، الله يفتح عليكم. لما هتقعد مع نفسك القعدة دي عايزك تبدأ وانت مع نفسك خالص تطهر قلبك من كل حاجة، من كل حاجة، وتستبدله بحاجات من خلق النبي صلى الله عليه وسلم، تستبدلها بحاجات من خلق النبي. ينفع عادي ان احج السنه الجايه يعني عدد وقت زاد؟ ينفع عادي بكليه معينه؟ ينفع طبعا، ولكن الافضل طبعا ان الانسان ما يحددش زمن في الدعاء. الافضل ان الانسان ما يحددش زمن في الدعاء. طيب وتستبدل الحاجات اللي في قلبك دي بحاجات ايجابيه تحل محلها عشان السلبي ما يرجعلوش تاني. ده مهم جدا. تخرج مرض، غل، حقد، حسد، نظرة للغير، مش عارف ايه، كل ده تخرجه وتستبدله بمحبة، بمحبة، بسلام، بمحبة، بسلام. لو مظلومة ينفع عادي على الظالم، هتبقى فوتت على نفسك فرص كبيرة. هو كده كده خلوا بالكم يا جماعة، خلوا بالكم معلش. دينا، هو الظالم هو مستني، يعني مستني دعائك عشان تترد عليه؟ يا جماعة لا، احنا في ميزان، احنا كلنا في ميزان، والسماء رفعها ووضع الميزان. اللي يعرف يوصل للسماء هو ده اللي يبقى خارج الحساب. مين يعرف يوصل بقى للسماء؟ مفيش. فكلنا تحت الميزان، كلنا تحت الميزان. ما ترهقش نفسك وقلبك ودعائك وذكرك في الدعاء على ظالم. ده انت كده بتضيعي وقت، انت كده بتضيعي وقت، كده كده حقك جاي يعني. فما ترهقش نفسك، صدقيني اللي بقوله لك ده عن تجربه وعن خبره وعن علم بالقران الكريم طبعا. طيب فالإنسان يشغل نفسه بنفسه. أنا لسه بقول أهم حاجة، ما عشان كده أهم حاجة نفسك، النون بتاعتك. أنت جاي عايز أعرف وعايز أفهم نفسي وعايز أعرف ربنا، مش عايز أتوه ومش عايز أتوه، مش عايز أتشتت وأعمل حاجات كتير ملهاش لازمة خالص.
خالص. فعايز أكون في سكون تام، في سكون تام. لا إله إلا الله. ظلم جامد قوي، عارف، أنا عارف في ظلم طبعا لا يتخيله الناس. أكيد أنا مقدر طبعا إن في حاجات كتيرة بتبقى أكبر من اللي جوه الموضوع غير اللي بره ده طبعا، ولكن أنا بقول لك على اللي أنت محتاجاه في يوم عرفة السنة دي، اللي أنت محتاجاه في يوم عرفة السنة دي، إنك تشوفي نفسك، إنك تشوفي نفسك كويس. مفيش حد تعرض لظلم أكتر من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وربنا أهلك وعمره ما دعا الظالمين. ربنا أهلك الظالمين وهو ذكره فضل في العلالي، هو ما دعاش على الظالمين خالص، ولكنه عمل إيه؟ كان في التسبيح سابح مع النون مع نفسه، وإنك لعلى خلق عظيم. هل معنى كده ربنا الناس اللي ظلمته مش هيعملوا؟ لا طبعا، لا طبعا. ده ميزان موجود على الكل، ده ميزان موجود على الكل. طيب، فالإنسان يقعد مع نفسه، يخرج الأمراض بتاعته كلها ويستبدلها بمحبة، بمحبة. طب اللي اتعرض مثلا لظلم، شكرا مثلا، اللي اتعرض لظلم زي مثلا دينا مثلا، تعمل ايه؟ ما تفكرش بقى في الظلم، ما تفكرش فيه، ترميه ورا ظهرها وتحاول وتدعو ربنا سبحانه وتعالى انه يريح قلبها وانه يشرح صدرها. فاهماني؟ طيب، وتستبدله بمحبة وسلام، بمحبة وسلام وقيام لله سبحانه وتعالى، وتدعي. لو انت مش عارف توصل لمعرفة نفسك، قول يا رب انا عايز اعرف نفسي. مش عيب، كل واحد وعايز يعرف نفسه. انا عايز اعرف حقيقة نفسي، عايز اعرف انا مين. يا رب عايز اعرفك، عرفني، عرفني نفسك، عرفني نفسك. فربنا هيرسل لك النجم المناسب لمقامك، المناسب لمقامك، اللي هيصحبك في رحلتك، اللي هيكون نور لرحلتك. فانت بعديها بقى هتكون نور لنفسك ونور للناس، نور لنفسك ونور للناس. ما ينفعش لما يجي حد مثلا يعترض عليكم حتى يقول له كذا كذا كذا، لا، تعالى وتفهمه. وعلامات وبالنجم هم يهتدون. الله يفتح عليك، الله يفتح عليك. هو في تعليقات كتير بس انا حاسس حد بيرد على حد فمش مركز. ماشي، طيب، هي دي الهداية، هي دي اللي انت محتاجها في حياتك. دي اول نون عن نفسك، اول نون عن نفسك. يعني ما ينفعش في يوم عرفة، ما ينفعش في يوم عرفة اللي انا بقوله لك ده باذن الله سبحانه وتعالى، يعني حقيقة عرفة، هي دي حقيقة عرفة، هي دي حقيقة عرفة. انتوا عارفين ليه عرفة يعني جبل؟ عارفين ليه جبل؟ هي منطقة كده وفيها جبل، عارفين ليه؟ مين يعرف؟ شكرا هدى. عارفين ليه عرفة جبل؟ حد يعرف القصة دي؟ حد يعرف ليه؟ عشان الرؤية تكون واضحة. لا، والطور جبل، وجبل موسى. الله جدا مريح، شكرا جزيلا، شكرا. ربنا يبارك فيكم يا رب، ربنا ينصرك على من ظلمك ويجبر قلبك، اللهم امين يا رب. وبداية الخلق كانت جبل. الله يفتح عليك يا سهر، الله يفتح عليك، جميل. لا عشان دي البداية، الجبلة الأولين البدايات جبال، دي بدايات الخلق. عشان انت توصل للبدايات خالص. رفض عشان يكون شاهد انه رفض الامان، لا،
تعريف الجنة للناس ده معنى ان هو اليوم الاخير. انما ليه هو جبل؟ عشان البداية، عشان الفطرة السليمة. مظبوط. فطرة الله التي فطر الناس على فطر، عشان الطاء اللي احنا بنتكلم عليها، عشان الطاء اللي احنا بنتكلم عليها. ترجع للأساس، للبداية خالص. انت نازل ازاي؟ نازل كائن نظيف، خليفة، عشان نعود للبداية. الله يفتح عليكم جميعا. عشان تعود للبداية، أنا عايزك تعود للبداية. هي العودة للبداية دي في يوم عرفة، اللي هي آخر يوم في حياتك. آخر يوم في حياتك ده ما ينفعش تكون شاغل نفسك أصلا غير بالنون بتاعتك، غير بالنون بتاعتك. والجبلة الأولين لها علاقة بالجبل؟ طبعا، طبعا ليها علاقة بالجبل، يعني هنتكلم عليها ومش هنسى بإذن الله. غير بالنون بتاعتك. النون بتاعتك دي يا إما أنت هتوصل بها لنون الله سبحانه وتعالى، يا إما هتوصل بها لنون الله سبحانه وتعالى، يا إما لما هتوصل لنون نفسك هيجي لك معنى عن الله سبحانه وتعالى مختلف تماما، مختلف تماما. شكرا صاحبي، شكرا يا مي، شكرا لكم جميعا. هتوصل لمعنى جميل قوي عن الله، هيخلي تعاملاتك كلها مختلفة. كأنه آخر يوم في حياتنا طبعا. تحب الكل، تكون في سلام مع الكل. لما نزل تعمل فيديو على النجوم وأنواعها بإذن الله سبحانه وتعالى هيجي كل حاجة ليها وقتها. تكون في محبة كاملة، في سلام كامل، وفي تسبيح كامل. واحنا عرفنا معنى التسبيح. تسبح مع التسبيح جزء منه كبير، جزء منه كبير هي الخلق. وإنك لعلى خلق عظيم. هتلاقي نفسك عايش الجنة، هتلاقي نفسك عايش الجنة. ويدخلهم الجنة عرفها لهم. هي دي الجنة، هي دي الجنة اللي انت تعرفها وانت عايش على الأرض بعد ما تتطهر وقلبك يبقى سليم تماما، وتكون سابح في النون مع الله سبحانه وتعالى. هتلاقي نفسك عرفت الجنة، هتلاقي نفسك عرفت الجنة. واقروا آيات الجنة هتلاقيها مربوطة دايما بالسلام والحب. ونزعنا ما في صدورهم من غل. ولا تنسى نصيبك من الدنيا. ده مش في يوم عرفة، ده مش في يوم عرفة. اللي يعرف يوم عرفة كويس، اللي يعرف يوم عرفة كويس، حاجات الدنيا كده جاية لك، حاجات الدنيا كده جاية لك. اللي عايز يدعي مثلا بحاجة ناقصة في الدنيا ماشي ادعي. أنا بكلمك في المعنى الحقيقي ليوم عرفة، المعنى الحقيقي ليوم عرفة. هو ده المعنى الحقيقي ليوم عرفة، إن قلب سليم سابح مع النون، سلام محبة. هي دي الجنة بتاعتك للكل. هتلاقي نفسك خلقك نفسه تتغير، خلقك نفسه تغير. فلما خلقك يتغير النون بتاعتك هتلاقي نفسك في مكان تاني في النون، هتلاقي نفسك في مكان تاني في النون. اللي بيقولوا إن الصحابة كانوا بيحوشوا الدعاء ليوم عرفة. أنا الكلام ده كله أنا بعرفك حقيقة يوم عرفة. أنا عايز أقول على حاجة. أنتوا عارفين الدعاء؟ أنتوا عارفين الدعاء؟ لحظة واحدة. طبيعة النجم اللي ظهر سواء كان الأبيض والأحمر يختفي ويظهر من ناحية الشرق. مش فاهم علاء. ما هي هدايا النون؟ هدايا النون دي بتبقى على حسب النون، كل واحد على حسب نفسه. يعني كل واحد على حسب نفسه هتجيله الهدية بتاعته المناسبة للنون بتاعته. هتعرف حاجة زيادة عن الله، هتنور قصادك حاجة زيادة عن نفسك في الحياة، أيا كان أيا كان. على فكرة إحنا وعايز أقول لكم على حاجة.
انت مين اللي مي؟ انت بتقول الصحابة كانوا بيحوشوا الدعاء ليوم عرفة. انتوا تعرفوا ان الدعاء نفسه بيتغير بتغير الفكر. يعني مثلا الانسان لما بيحصل له وعي شوية ممكن يكون كان بيدعي بحاجة اصلا مش مستاهلة، صح؟ فانت محتاج الاول تدعي ولا ان انت تفهم الاول؟ يعني بالمنطق انهي الاهم او الاولى، ان انت تفهم ولا ان انت تدعي الاول؟ عشان كده بقول لك مش لازم ناخد من التراث زي ما هو. الوعي الاول، الوعي الاول، ان انا افهم. هتبص هتلاقي دعائك اتغير تماما. يعني ممكن تكون كنت بتدعي خمس حاجات، تلاقي نفسك بتدعي بحاجة واحدة بس، وتزود عليها حاجة تانية مختلفة خالص، وتزود عليها حاجة تانية خالص. فالمهم الدعاء يستجاب، بس هل أنت على تردد استقبال؟ الله يفتح عليك. فالمهم إن أنت يكون في وعي عن نفسك الأول، أنت عايز إيه، عارف تتعامل إزاي، مستقبل الحياة إزاي، وبعد كده ادعي باللي أنت عايزه. الكلام ده كله هيوصلك، الكلام اللي احنا بنقوله ده كله، إلا من أتى الله بقلب سليم، السلام والمحبة والخلق في القلب والتسبيح مع النون. طبعا التسبيح والحاجات دي انت بتزود معاها الأذكار، مفيش مشكلة طبعا. الكلام ده هيوصلك لحقيقة مهمة جدا. النون ده في بداية اللايف بإذن الله ممكن ننزله على اليوتيوب تسمعيه بالكامل. نادية هيوصلنا الحقيقة، هي الحقيقة الكبرى لكل شيء. هي البداية بقى، هي البداية اللي كانت في الجبال، جبل الطور بقى وجبل عرفة وجبل كل الجبال يعني. وهي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله دي جملة. الجبال هي البدايات، هي علامات الخلائق الأولى، البدائية الأولى، الحقيقة. لا إله إلا الله. ولذلك الأماكن الجبلية لا يمكن تمر بالتطور العصري، لا يمكن، لا يمكن تمر بالتطور العصري. هي دايما كده من بداية خلقها، عشان ترجع انت للجبلة الأولى، الصورة الأولى. فلا إله إلا الله دي جملة، وحده لا شريك له دي جملة، له الملك جملة، له الحمد جملة، وهو على كل شيء قدير دي جملة. قصة مش في ان انت تقولها وخلاص، قصة مش في ان انت تقولها وخلاص. هل انت مقتنع بقى بيها كلها، بكل حاجة، كل حاجة لوحدها؟ لما تقتنع بكل حاجة في الذكر ده لوحده، لما تقتنع بكل حاجة، بكل جملة في الذكر ده لوحده، هتفهم الدنيا بمنظور تاني خالص. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، له القدرة عليه، له القدرة عليه. كان في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من علم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. من علم، اللي بقى عنده فعلا علم لا إله إلا الله بس يدخل الجنة. طبعا، طبعا يدخل الجنة. علم لا إله إلا الله ده علم باب كبير. اتكلمت قبل كده في فيديو عن اسم مصر، قلت مصر هتسيطر على العالم لما يرجع اسمها مرة أخرى. ممكن تفسر لنا أكتر؟ يلا كورة. كنت شرحت ده في فيديو قبل كده عن ميم والصاد والراء، بس يعني في فيديو تاني نزل عن القصة دي، فيديو بعديها، فاسمعوا في إجابة على سؤالك. هل لها علاقة بقصة سيدنا موسى رب أرني كيف تحيي الموتى؟ طبعا، الله يفتح عليك. ده ذكره في كتاب الإشارات السبع، باب السماء السبعة سيدنا إبراهيم. و ليه الجبل والطير؟
ليه الجبل والطير؟ يعني ليه ما قالوش خد حيوانات، خد 4 حيوانات؟ ليه قال له خد 4 طيور؟ فده ذكرته، يعني هنتكلم عليه بالتفصيل، ولكن هي مربوطة طبعا بالموت والحياة طبعا. الله يفتح عليك. علم التوحيد لوحده من الفجر للمغرب الطيرة الأربع. الله يفتح عليك. ممكن أكرر تاج الذكر لوحده من الفجر للمغرب طبعا. طيب فأنت لما بتعرف القصة دي، عشان يلا عشان نختم. في الجزائر هو في الشحن الدولي من صفحة الفيسبوك أو من صفحة الكتب أو في الرسائل. طيب فأنت أول لما بتفهم عن نفسك كل ده، تبدأ يومك لحد الفجر، ومن بعد الفجر لو عايز تفضل مع نفسك برضه. يجي الصبح عليك بإذن الله سبحانه وتعالى، يفضل الصلوات الجماعات، يفضل شكرا يا صاحبي صور الطواسين. الليلة حسيت كأن أنا في رمضان، ربنا يحفظك يا رب. شكرا، ربنا يحفظك. صور الطواسين والسبحة. عايز أقول لكم على حاجة، عايزك وأنت بتقرأ قرآن تكون ماسك السبحة. عايزك وأنت منى، ربنا يرزقك يا رب ذرية صالحة تقر بها عينك. الأضحية اليمين نجلاء أحمد. الأضحية من علامات اللي تتعمل لتأخر الإنجاب. الأضحية. أعد البرنامج من فضلك. آخر كلام هقوله حاضر. كلامك ما يقولوش غير حد روحاني نوران. الله يفتحك، ربنا يجعلنا منهم يا رب، اللهم آمين. والله ده وحاجة مريحة، شكرا جزيلا. الوقوف في القراءة للتسبيح. انت حضرت كده فيديو اللي هو القراءة بتاع زمان مي، صح؟ فيديو القراءة اللي احنا قلناه زمان. طيب لا، كنت بقول حاجة. الأضحية احنا بنعمل، انتوا عارفين الأضحية ليه بعد يوم عرفة؟ عشان هي دي الحياة. أضحية، احنا بنحيا تاني بعد يوم عرفة، فاحنا بنضحي بقى، يعني بنعمل أضحية عشان احنا هنحيا تاني. ولذلك سيدنا إبراهيم عليه السلام وفديناه بذبح عظيم. سيدنا إبراهيم عشان يحيي ابنه عمل أضحية، فاحنا بنعمل كذلك. كذلك الأضحية، عشان انت المفروض يوم عرفة، فاكر السبحة دي؟ هقولها حاضر. أضحية يوم عرفة هو آخر يوم ليك، حياة جديدة بتبدأها، فبتعمل بيها أضحية. والأضحية لعلاج تأخر الإنجاب. أضحية تتعمل في أي وقت، زي العقيقة. العقيقة هي صورة معكوسة للأضحية. مين اللي كان بيقول تأخر إنجاب حاجة؟ أنا قريت تعليق كده. طيب السبحة، عايزك تتعود وانت بتقرأ قرآن تبقى ماسك سبحة. عايزك تتعود وانت ماسك قرآن، وانت بتقرأ قرآن تبقى ماسك سبحة. في طبعا المعنى اللي ما قالته، اللي انا كنت شرحته في معنى القراءة، قراءة القرآن اصلا ان انت بتقف على الايات وبتشوف الحرف وبتشوف الآية وبتقف على الاسماء الحسنى بتاعت الآية، كل دي قراءة. تمام. ولكن وفي طبعا آية دعاء بتدعي وهكذا. ولكن ليه انا عايزك ماسك سبحة؟ لان طبعا اللي متعلق بسبحة ده بيبقى في حال تسبيح. حلو. المتعلق بسبحة اللي كل واحد، احنا قلنا تخلي معاك سبحة متعلق بيها، اللي يبقى معاه سبحة ده بيبقى في حال تسبيح. القرآن نفسه نون، بس مش كل الناس عندها حالة تسبيح وهي بتقرأ القرآن. يعني مش كل الناس وهي بتقرأ القرآن عندها حالة تسبيح، لا، ده في ناس بتقرأ القرآن يعني زي ختمات رمضان كده اللي احنا قلنا عليها ان هي حاجة أبعدت الناس عن القرآن أصلا. فانت لما بتمسك السبحة وانت ماسك القرآن بيدخل معاك حال تسبيح، هتبص هتلاقي نفسك متعود عليه مع الوقت، هتفرق معاك جدا في قراءة القرآن أو في تلاوة القرآن. يعني سواء أثناء التلاوة أو القراءة وانت ماسك السبحة في اليمين أو في الشمال، بيدخل معاك حال تسبيح في القرآن، فهتبص هتلاقي نفسك في سباحة هتعرف أثرها بعدين. طيب هقولك، يعني حضرتك
كنت تتكلم على السبحة أثناء قراءة القرآن دي، تمام. أعمل أضحية أيام الحج؟ أنا حضرتك ما عنديش أولاد ونفسي أسمع كلمة موت بخير وبعافية، ربنا يرزقك يا رب. أقول لك على حاجة أقول لك على حاجة آه، سورة الكوثر، سورة الكوثر 40 مرة يوميا وأضحية. بس أنا هقول لك على حاجة، دايما أنا بقول لأي حد بيجي بيبقى عايز طلب مستعصي شوية، لازم تقطع كل السبل فيما دون الله سبحانه وتعالى. ده علمي أنا، ده علمي أنا بالله كده. ممكن حد ما يقتنعش، أنا ده علمي بالله كده. تقطع كل السبل دون الله سبحانه وتعالى. يعني ما ينفعش تروح لدكتور تاني خالص، لأنك لما هتبدأ في سبيل الله اللي هيرزقك الطريق ده مثلا، لأن هي ناس، هي اختلافات، في ناس بتخلف عادي من غير حاجة يعني، وفي ناس ربنا بيديها حاجة، وفي ناس تانية ربنا بيديها حاجة، وهكذا. لما بتمشي في سبيل الله وحده لا شريك له، عشان كده بقول لكم يا جماعة، ذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ده في يوم عرفة مش مجرد حاجة بترددها، ده موضوع كبير توصل له بنفسك الأول، نون تقعد مع نفسك، ده موضوع. هو ده اللي احنا كنا بنشرحه في اللايف. شكرا يا سهر. ده اللي كنا بنشرحه في اللايف، ده نون نفسك لازم تبقى عارفها الأول، وتبقى عارف انت عايز ترجع لمين. لا إله إلا هو وحده لا شريك له. فانت عشان تعملي اللي بقولك عليه، تقطعي، تكون عندك القرار الأول واليقين انك هتقطعي كل السبل فيما دون الله سبحانه وتعالى. يعني مؤكد ان اكيد رحت للدكاترة ومش عارف ايه وكده ومفيش خلاص، فاحنا نقطع كل السبل دون الله، وبعد كده نتوجه للطريق الى الله سبحانه وتعالى، وهو سهل بس بيبقى عايز يقين. سورة الكوثر بإذن الله سبحانه وتعالى 40 مرة، والأضحية بإذن الله سبحانه وتعالى، جدي بقى خروف عجل مش عارف، وتعمليها آه، زي عقيقة تعزمي عليها الأهل ومش عارف ايه، والباقي توزعيه على الفقراء والمساكين بإذن الله سبحانه وتعالى. هل ممكن أقول لهم يعملوا نية العقيقة عليا مع أضحية العيد؟ يعني ايه نية العقيقة عليا دي؟ يعني مش فاهم. ما عنديش إمكانية مادية. حوش لها العقيقة، يعني ممكن ده كلفك كام؟ هو كيلو بكام؟ كيلو مثلا، كيلو ال كيلو ال كيلو مثلا الجدي أو حاجة تلاقيها ب230 240 حاجة كده، تمسكه وتسبح بيها وانت بتقرا. قصدك لو عرفت تسبح بيها وانت بتقرا ماشي، لو عرفت تعملي كده ماشي. ما عرفتيش، هو انا عايزك تمسكيها بس، يعني اللي انا بقوله انا عايزك تمسكيها بس في ايدك اليمين او الشمال وانت بتقرأ القرآن، عشان يبقى بس في ذهنك التسبيح. زي ما قلت التسبيح انت مش لازم تتكلم، بس انت سابح عشان ماسك سبحة. وانا عايزك تدخل في الموضوع ككده يعني. اطعام بسيط، الاطعام غير الاضحية. اظن فيك يا ربي جميل، ربنا يبارك فيك يا رب. منى، الاطعام شيء والاضحية ده شيء تاني، ده معنى تاني اخر. فراغ إلى أهله فجاء بعجل حنيذ. عارفين نجيب عجل ليه؟ عشان يعجل خلفته. أنا أدعي بشيء مقطوع فيه كل الأسباب والسبل تماما. ده علم مين إن هي مقطوعة بيه كل الأسباب والسبل؟ يمكن هو مش حقي، وارد. رأيت رؤيا أن أقرأ سورة الكوثر وقمت من النوم بقراءتها. تمام، حاضر أختي الحبيبة، ربنا يكبر بخاطرك والدكتور وكل الحضور التام، شكرا جزيلا. صحيح، هذا مهم والشرك الخفي. الله يفتح عليكم، صح. ربنا يرزق كل محتاج يا رب، اللهم امين يا رب. ربنا تقبل دعائنا في يوم عرفة جميعا يا رب، ولا تنسوني في صالح دعاء، اوعى تنسوني.
كل الموجودين يا جماعة افتكروا نجلاء بكرة في دعواتهم. ربنا يرزقكم جميعا يا رب، ويرزق كل اللي حضروا النهاردة الجمع المبارك. ربنا يتقبل منا جميعا يا رب، اللهم آمين. ربنا يرزقك الذرية الصالحة يا رب، ويرزقكم جميعا ويشرح صدركم جميعا يا رب، اللهم آمين. أنا عارفة يا باشمهندس، بس هي بتقول إن مفيش إمكانية. لا بص هقولك على حاجة، الإمكانية دي أي إنسان عنده إمكانيات، مش قصدي المادية، قصدي إمكانيات. يعني عنده إنه يحصل له تمكين في حاجة معينة، هتحصل له. فاهم قصدي؟ فالإنسان عليه إنه يجتهد في طريق شوية، مش عيب يعني إن الإنسان يجتهد في طريقه شوية لحاجة هو نفسه فيها. بس هو لو عنده، هقول لك على حاجة مهمة عامة، مش عشان أستاذ لا بس أو حاجة، لا في العموم يعني. لو أنا متيقن يقينا إن سورة الكوثر 40 مرة وأضحية مثلا هتحقق لي حاجة معينة، أو لو أنا قلت مثلا لحد اقرأ مثلا سورة البقرة 70 مرة مثلا أو 100 مرة، وهو متيقن إن هي هتعمل له الحاجة دي، هيعملها. إنما إمتى تضعف همته إمتى؟ لما يقينه يبقى يعني مش عارف بقى الأعداد بتاع ربنا يزيدك يا اللهم منا وتقبل منك. شكرا جزيلا، حضرتك تستاهل كل خير. شكرا بستان الخيرات، ربنا يحفظك. بدعي لك والله انت ان شاء الله داخل الجنة بكتاب الاشراط السبع وحده. ربنا يتقبل مني ومنكم يا رب، يا رب يرزقنا الجنة جميعا في صحبة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جميعا يا رب، اللهم آمين. الإشارات السبع والله كل كتبي ولادي يعني، واللي جاي ده لسه تمهيد بإذن الله سبحانه وتعالى. وافتح علينا جميعا يا رب يا رب. أقصد ممكن أبي ينوي نية العقيقة لي عند ذبح أضحية العيد لأنهم لم يعملوا لي عقيقة في صغري؟ ممكن طبعا، تقرن العقيقة مع الأضحية، مفيش مشكلة، ده شيء أصلا يستحب. هو ده، طب هقولك على حاجة، هو ده أصلا الأساس، هو ده أصلا الأساس، القرن العقيقة مع الأضحية، يعني ده الأساس أساسا. وكتاب ربنا يزيدك يا نجلاء، شكرا جزيلا. وكتاب حقيقة ليلة القدر، كتاب حقيقة ليلة القدر، اصبر بس خلصوا. كتاب حقيقة ليلة القدر الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى. عايز اقول لكم على حاجة، بإذن الله تم ترجمة تأويل الفكر والإشارات وتركي، اللغة التركية، وكل كتب بإذن الله بعد العيد هيتم ترجمتها بإذن الله للغة الإنجليزية، وهيتم برضه هعلن عنها بإذن الله سبحانه وتعالى عشان تجوب العالم إن شاء الله. كتاب ليلة القدر، الكتب منين؟ من يا إما بيج الفيسبوك، يا إما من في صفحة عن الكتب في التيك توك، يا إما في رسائل يعني في رسائل القناة. كتاب ليلة القدر أنا اتكلمت، مبروك الله يبارك فيك، شكرا جزيلا، ربنا يوفقكم جميعا يا رب، ربنا يتمم على خير إن شاء الله. كتاب ليلة القدر أنا كتبته السنة اللي فاتت في 2024، وهو كان يعني نعمة من ربنا سبحانه وتعالى إن هو إحنا ذكرنا فيه أحداث السنة بالكامل بإذن الله سبحانه وتعالى. مبارك عليك يا ربنا يتقبل منك، واحشرك في زمرة النبيين وجعل علمك في ميزان حسناتك وحسنات والديك يا رب، يا ربنا يتقبل منك يا رب. فده من فضل الله سبحانه وتعالى علينا يعني، ليبلوني أشكر أم أكفر، بس ما هو مش من ذكاء مني ولا حاجة نهائي، بدليل إن ليلة القدر في كلام خلاص مش لازم، المحبة والسلام لكل خلق الله عشان توصل وإنك لعلى خلق عظيم.
اتشرفت بيكم، ودايما بفرح وانا معاكم والله الحقيقة يعني. ومبسوط ان متابعيني بناس بالوعي، بالوعي والفهم ده والقدر ده. ربنا يتقبل مني ومنكم جميعا، وارزقكم جميعا كل اللي تتمنوه، كل اللي تتمنوه وتدعوا بيه ربنا سبحانه وتعالى. وعايز اقول لكم على حاجة كمان. أقدار الناس الحقيقية، شكرا لكم كلكم يا رب. أقدار الناس الحقيقية، مش الناس الحقيقية، الأقدار الحقيقية للناس، الأقدار الحقيقية للناس، شكرا، بتبدأ يا إما في ليلة القدر يا إما في يوم عرفة. عشان كده ببقى حريص إن في ليلة القدر أعمل لكم فيديو مهم، وفي يوم عرفة كنت عايز وحريص إن أنا أطلع معاكم في لايف أقول لكم على يوم عرفة. إنسان بيبدأ حياته حقيقة من ليلة القدر أو في يوم عرفة. دي البدايات الحقيقية. في بدايات تانية بس مش بتبقى بقوة اليومين دول، مش بتبقى بقوة اليومين دول. اليومين دول هم اللي فيهم، اليومين دول هم اللي بتبقى فيهم بدايات حقيقية، لأن ده أول يوم تأويلا وده آخر يوم تأويلا. كن هدى، ربنا يبارك فيكم جميعا يا رب. تصبحوا على ألف خير. ما تنسوش الجلسة بإذن الله. أجازة سعيدة لي وليكم يا رب. كل عام وأنتم طيبين وبخير، وربنا يتقبل كل دعكم ويرزقكم ويعرفكم ربنا سبحانه وتعالى نفسه سبحانه وتعالى، ويعرفكم أنفسكم، ويعرفكم الجنة الحقيقية. اللهم آمين. ربنا يسعدك عشان تاخد أجازة كويسة يا رب. أجازة سعيدة عليكم جميعا يا رب. شكرا جزيلا. أشوفكم إن شاء الله على خير. عيد أضحى مبارك علي وعليكم جميعا. أشوفكم إن شاء الله على ألف خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.